السلام عليكم، على السلامة، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا مناح ومحنيين ديما مع حلوة تاع العيد. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم تشارك ولا تشارك العريان. بسم الله. عندي هنايا كيلو فارينة غربلتها وضفت لها مغرفة صغيرة تاع خميرة الحلوى. عندي 250 غرام تاع السمن يكون طري، وعندي 250 غرام تاع زبدة تكون طرية ولا دايبة، 50 غرام تاع بودرة الحليب، قارصة تاع الملح، ومغرفة كبيرة تاع لابودغ تاع مزهر. هنا دوك ندوب هذيك الزبده ونولي لكم. عندي هنايا نص كاس تاع مزهر، وعندي كاس سكر ناقص صباح، وعندنا حبه بيض. هنا تحبوا تنكهوه بالقشور قارص ولا قشور تشينا ولا لافاني نورمال. دوك هنا راني دوبت هذيك الزبده، نروحو نوجدو كيفاش يقولوا باش نلمو لاباط تاعنا. عندي هنا مزهر مع السكر، ندفيهم باك ماشي نسخنهم مليح، ندفيهم ونولي لكم. نروحوا الفارينة والسمن نزيد نخلطوهم مع بعض ولا نبسوهم. نستعمل هذه الطريقة. هنا بعد ما دخل لي مليح هذاك السمن في الفارينة، نروحو نديرو الخليط اللي نلمو به. ضفت هنايا حبة بيض، نخلطها مليح ونبدا نلمو بها لاباط. هنا هاي اللي كنلمو لاباط تاعنا، نضيفو هذاك الخليط بشويه. انا مانيش نعجن فيها، هذه الطريقه اللي نلمو لاباط تاع التشارك. هنا الا خصكم شويه من الخليط ولا من السيرو تاعنا، نضيفو شويه مزهر. انا جاني سوا. هنا هاي كيفاش حصلنا عليها، تجيكم هكا طريه. الا كنتو حتخدموا فيها ولا كنتو حتخدموا بها هذيك دقيقه، ديروها في الفريغو 5 دقائق ولا 10 دقائق. ولا كنتو حتخلوها زعما العشيه تخدموا بها، ديروها في الفريجيدير، خلوها ساعه ولا زوج خدموا. ولا وجدوها في لي خليها تبات ليله كامله. انا حنخدمها دوكا، حنخليها 10 دقائق في الفريغو ونبدا نخدم بها. العقدة كنت خدمتها لكم، درت فيديو عليها. 3 كيلات تاع اللوز، نص كيلة تاع السكر، 2 صفار بيض، والمو بفنجان صغير تاع مزهر. خديت هنايا لاباط كنت نزلتها 30 غرام، نفتحها على شكل دمعة ولا على شكل مثلث، ونبدا نحل فيها هكا. لازم نحلها تكون رقيقة. هاد لاباط هايله وتعطيلك الطوع، وتانيك تجي مبسه وصدقوني بنينه هاد لاباط. دونك هنا راني رققتها مليح. الحشو وزنته 12 غرام. ما بالنسبه للحشو يقعد هكاك طري، من يقعد الكاطو يقعد معاكم يامات، ما يبش هذاك الحشو كامل. ممكن ديرها بالكاوكاو ثاني يقعد لكم هكاك طري. دونك هنا نسي نزيرها ونلويها ونمشيها كامل. هنعاود معكم حبه ثانيه. حنزيد معكم حبه ثانيه نفس الطريقه تاع الاولى. نفتح لاباط على شكل مثلث ونحط هذاك العقده تاعنا ونمشيها، نمشي ندور ونزير هاد الطريقه ونشكلها على شكل هلال. هاك باش تحصلوا عليها لازم يجوا هكذا خطوط كيما تاع زمان. هاي لك انا وجدت كميه كبيره تاع تشارك، نروح نحضروا
البيض اللي نديروه من الفوق. خديت 2 حبات تاع البيض، شويه لافاني، ضفت لها قهوه طايبه واللوز اللي هي مرحي خشين، نمسحها كامل هكا من الفوق. انا هنا درت 2 بيض باسكو عندي كميه كبيره، انا ما درتش غير هذاك الكيلو، درت اكثر من الكيلو. على هذيك اللي وريت لكم انا غير كيلو، مي درت كميه كبيره. نزيد نمسح بابيض نجوزها هكا في اللوز، نرشها كامل الفوق ونحطها. نشعل الفرن تاعي 160 درجه، نطيبهم من تحت ومن بعد نحمرهم من الفوق. انا هذه هي الكميه اللي حضرت قريب 2 كيلو ونص تاع تشارك. انا كنت خلطت معكم كميه صغيره تخرج لكم 27 حبه، تاع كيلو تخرج لكم 27 حبه. هذه وصفتنا تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. راح نقسم لكم حبه تشوفوها كيفاش جات للداخل. وصلنا تاني لنهايه الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله مع وصفات واحد اخرين. شوفوا لافاس كيفاش تجي طريه الداخل، وتاني الحبه تاع الكاطو كيفاش تجي مبسه. يعطيكم الصحه اللي تبعتوني، نتلاقاو ان شاء الله مع وصفات واحد اخرين. صحه فطوركم، سلامه، السلام عليكم.